بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني. النهاردة الفيديو بتاعنا قلتلكم مكان بيبيع الحاجة بأسعار فظيعة. بصراحة الأسعار هناك جميلة جدا، ما شفتهاش قبل كده. المكان دوت هي مسمية نفسها بتاعة الغلابة، وهي فعلا أسعارها حلوة. وكمان في حاجة بتعمل عروض على طول، والحاجة انا فعلا كنت شارياها بسعر، وزي ما هتشوفوا في الفيديو التفاوت في الاسعار مثلا مش جنيه ولا اتنين، لا ده معدي 10 جنيه ومعدي وتلاقوا 15 جنيه فرق في الحاجة. لو الفيديو عجبكم وحبيتوا ان انتوا تعرفوا رقم التليفون او المكان، ابعتولي وانا هقول لكم. وفي نفس الوقت برضو هي عملت عروض كمان بعدها بيوم، بتعمل عروض على الحاجة الموجودة، بتعمل اسعار اقل. يعني مثلا البتنجان الرومي هنلاقيه اللي في كل حتة موجود معدي 10 جنيه، 12، 15. هي بعد كده عملت عروض خلته ال3 ب10. في كمان البصل عندها الكيلو ب5. البصل الأحمر، البصل اللي هو الصعيدي الأبيض، الكيلو ب10. فالأسعار روعة روعة روعة. تابعوا الفيديو وإن شاء الله هتنبسطوا. أنا جايبة هنا 3 أطباق. طبق الروزماري عامل 5 جنيه، طبق الزعتر برضو عامل 5 جنيه، وده طبق جنزبيل فيه الحبة دول، جنزبيل في دول عامل 20 جنيه. ال3 أطباق ديت مبين كده. أول حاجة انا قلت اوريكم علشان بصراحة الاسعار والحاجة جميلة جدا. انا هنا البتنجان ده 4 كيلو، 4 كيلو بتنجان ب20 جنيه. يعني البتنجان الرومي دوت زي ما انتوا شايفين عامل ازاي، جميل والله جدا. عامل 20 جنيه الكيلو، عامل 5 جنيه. انا بقى قلت اما اوريكم الفرق، لان انا كنت لسه قبليها بيوم جايبة من السوق البتنجان الكيلو البرومي ب12 جنيه، كنت جايبه 2 كيلو ونص ب30 جنيه. فالمكان دوت لقيت الاسعار عنده روعه واسعاره رخيصه جدا. يعني كيلو البتنجان واقف ب5 جنيه هنا. برضو الاناناس دوت كان واقف الكيلو ب15 جنيه. هنا البتنجان دوت، طبعا البتنجان ده دلوقتي بيتباع ب30 وب25 جنيه. انا كنت جايباها قبلها بيوم، ثواني لاني ما كنتش لسه شفت المكان ده ولا شفت الاسعار دي. شايفين كنت جايبه البتنجان ده متقور زي ما انتوا شايفينه كده. ده 2 كيلو كان عامل 50 جنيه، والله العظيم جايباه ب50 جنيه. ده بقى جايباه الكيلو ب10 جنيه، وزي ما انتوا شايفين صغير ومتنقي بالوحده. كيلو البتنجان هنا ب10 جنيه، كيلو الكوسه ب8 جنيه، كيلو الجزر ب8 جنيه برضو. الفلفل دوت الكيلو بسم الله الرحمن الرحيم، انا كان جايبه الفلفل الكيلو ب12. الفلفل دوت ب12. ثانيه كده بقى، الفلفل ده جايباه برضو، كنت انا نزلت جبت من السوق قبليها. الفلفل ده جايباه الكيلو ب24، وكان في واحده جنبي ست يعني بتبيع وكده، فسالتها قالت لي الربع ب10. يعني الاماكن بتبيع بتفاوت في الاسعار. جبته هو والكيلو ب12 جنيه. هنا برضو الخضرة عندها، شايفين ال3 دول كبار ب3 جنيه، كنت جايبة قبليها ال3 ب5 جنيه، ومش نفس حجم الخضرة ديت ولا بالحلاوة دي. وبرضو كنت جايبة البتنجان دوت من السوق الكيلو ب15 جنيه في نفس الوقت. يعني بقول لكم اسعار شايفين من السوق، والمكان ده بصراحة لقيت الاسعار عنده روعة. بس الحمد لله يعني ما ندمتش ان انا جبت التاني، لان انا كنت فعلا محتاجاه وما كنتش شفت لسه المكان ده. هنا زي ما انتوا شايفين الفاصوليا، انا جايبه اهوت الكيسه دي والكيسه دي، يعني الكيستين دول عاملين 3 كيلو ب20 جنيه. الكيلو كان واقف ب7 جنيه. الخيار هنا بقى ده الخيار ده كنت جايباه ب15 جنيه الكيلو. نفس الخيار عندها، بس الكيسه نسيناها، رجع المندوب يجيبها. نفس الخيار عندها الكيلو ب8 جنيه. والخيار اللي هو حجمه كبير اللي هو بتاع بقى المخللات والكلام ده ب5 جنيه. ونفس الوضع بالنسبة للجزر، الجزر الكبير برضو ب5 جنيه. هنا الفلفل الألوان الكيلو ب35 جنيه، جبت لي كيلو. والبطاطس الكيلو ب12 جنيه زي ما انتوا شايفين، اللي هي الزبونطة الكبيرة. نيجي بقى للملوخية. الملوخية ديت انا شايفين الملوخية اللي انا مقطفاها دي، انا كنت جايباها من السوق ب25 جنيه. الملوخية ديت انا جايبة منها الكيلو من عندها، كيلو ملوخية ب8 جنيه.
الطماطم في السوق كانت ب 12 و15 جنيه. زي ما انتوا شايفين ورد جايباها من عندها القفص 22 كيلو ب 130 جنيه، يعني الكيلو واقف اقل من 6 جنيه. طبعا الطري منها هطلعه وهضربه والجامد هشيله، بس كلها حمرا ورد. زي ما انتوا شايفين الحاجه، انا قلت الاسعار كلها. الحاجه اسعارها جميله، والمكان ده بصراحه انا انبهرت لما شفت، لان انا كنت قبليها بيوم في السوق وجبت الحاجات ديت زي ما انتوا شايفين كده. واما لقيت فرق يعني كبير في الاسعار، يعني الفلفل لما يبقى ب 24 واغلى وعندها ب 12 جنيه، لما يبقى الملوخيه جايباها ب 25 وعندها ب 8 جنيه، يعني مش فرق مثلا جنيه ولا اتنين، لا فرق كبير. انا كنت قلت الاناناس ب 15، بس بعد ما شفت الورقه دلوقتي ال2 كيلو اناناس ب 25 جنيه، يعني الكيلو كان واقف ب 12 ونص. ديت الاسعار اللي احنا جايبينها. وزي ما بقول لكم انا قلت اقول علشان خاطر لما نلاقي الحاجه سعرها كبير ما نجيبش، نشوف مكان تاني، ندور في حته تانيه، لان في اماكن بيعملوا خصومات. والمكان اللي انا جبته منه يعني ديت الاسعار اللي انتوا شفتوها. الحاجه بقى لما بعديها بيوم بيومين طبعا بتبقى خلاص اتنقضت، الحاجه اللي موجوده بتبقى حلوه برضو، بس هما بقى بيبيعوها بنص السعر، يعني كمان بتبقى اقل من كده، لان بيبقى بقالها يومين، بتبقى خلاص بقى الحاجات اللي منقوضه اللي موجوده بتبقى حلوه برضو. وفي ناس بتجيب الحاجات اللي هي ديت، بس انا شايفه الاسعار اللي انا جايباها جميله جدا، لاني شفت الاسعار اللي موجوده في السوق. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. انا والله اول ما جبت الحاجه قلت ان انا اصور واعمل فيديو، لان انا انبهرت من الاسعار. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي ما اشتركش معانا يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا. واتمنى ان الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.